السلام عليكم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. النهارده هنعمل مع بعض القرص الطرية بالسمنة البلدي والرايب، هشة وقطنية زي ما انتم شايفين كده، وهنعملها بحشوتين، حشوة السكر والقرفة رهيبة جدا. شايفين السكر سايح كده جوه القرصة، ودي حشوة العجوة ودي حشوة السكر والقرفة رهيبة جدا. يلا نقول بسم الله ونبدأ في المقادير. معايا كوبايتين من الرايب وزنهم 400 جرام، وكوباية من السمنة البلدي بتدي طعم حلو جدا للقرصة، ومعلقة صغيرة جدا من الملح، ودول 4 معالق من السكر ما يعادل 80 جرام يعني تلت كوباية. وطبعا ده كيس الدقيق حوالي 900 جرام، مش كيلو كامل يعني. بنخله كده. طبعا الدقيق ده متعدد الاستخدامات، بروتين عالي. بنخله كده وجبت ال100 جرام، فتحت كيس تاني وجبت ال100 جرام علشان اكمل كيلو الدقيق. بعد كده هشغل العجان واعجن كده كل المكونات مع بعض زي ما انتم شايفين كده. الدقيق بيختفي، بس العجينة هنا يابسة شوية. هنزل عليها ب80 جرام من الرايب، يعني الكيلو دقيق بياخد نص كيلو من الرايب. وممكن تعجني العجين بزبادي او تعجنيه باللبن، وتضيفي للبن معلقة كبيرة من الخل، تسيبيه يروب كده شوية وبعد كده تعجني بيها. هنا بشوف ملمس العجينة، حسيتها ان هي كده مش طرية زي ما انا عايزاها، فهضيف 30 جرام من المية. العجينة كده هتفك معايا وبعد كده هترجع تلم نفسها زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. هو ده الملمس اللي انا عايزاه، تبقى العجينة مطاطية كده معايا وطرية زي ما انتوا شايفينها بالشكل ده. هشيل كده العجان خالص. عايزة اوريكم العجينة ملمسها قد ايه طرية. شايفين العجينة طرية جدا. هحطها في نفس بولة العجان، وهغطي عليها بالبلاستيك راب زي ما انتوا شايفين كده علشان امنع دخول اي هواء، وهسيبها تختمر لغاية لما يتضاعف حجمها. هجهز بقى الحشوات. عندي 200 جرام من العجوة، هضيف لها معلقة من السمنة البلدي. لو عايزاها سايحة خالص جوه القرصة ضيفي معلقة من المية السخنة، وبكورها كور اقل من كورة القرصة نفسها. وكده حشوة العجوة جاهزة معايا. الحشوة التانية هجيب 3 معالق من السكر، وهضيف لهم معلقة كبيرة من القرفة زي ما انتوا شايفين كده، وهقلبهم مع بعض. انا بعشق القرصة بالقرفة والسكر، بتبقى طعمها جميل جدا. هنا طبعا العجينة بتاعتي اختمرت، اخدت حوالي ساعة الا ربع. وملت العجان بسم الله ما شاء الله. زي ما انتوا شايفين كده العجينة بسم الله ما شاء الله طرية جدا، ملبن في ايديا. هغطي عليها كده علشان وشها ما يقشفش وينشف معايا. هبدأ كده اقسمها لقطع صغيرة. وزن القطعة طبعا انا بوزنها على الميزان 70 جرام. حجمها بيبقى قد حجم البرتقانية الصغيرة بالشكل ده. طبعا انت عايزة تصغري او عايزة تكبري براحتك خالص، بس وزن 70 جرام حلو قوي للقرصة. بتدي نفس الحجم اللي احنا بنشتريه من الفرن. وانا طبعا كورت كل باقي العجين بالشكل ده. هاخد اول كورة وافردها زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. وبعد وبعد كده بجيب كورة العجوة بفردها زي ما انتوا شايفين كده، وبقفل عليها العجينة، وبتلحم بسرعة كده العجينة بتاعتي، وبطبطبها كده وبططها كده، واحطها في الصاج بدون ما اكون دهنة الصاج اي حاجة، لان كمية السمنة اللي موجودة فيها حلوة جدا. هعمل واحدة تانية معاكم كمان زي ما انتوا شايفين كده. بفرد العجوة علشان تبقى مالية كل القرصة، وبقفل عليها العجينة زي ما انتوا شايفين كده. العجينة بتلحم جدا مع بعضها كده، واكني طبعا العجينة زي ما انتوا شايفين كده متقفلة من تحت ومن فوق. وطبعا مش محتاجة ولا مردانة ولا نشابة ولا اي حاجة، بايديكي بتفرديها. واحدة تالتة علشان كده اوريكم شكلها، سهلة وبسيطة جدا. طبعا قرصة العجوة دي حلوة جدا، وكمان العجوة ليها قيمة غذائية عالية جدا. ممكن تنفع تحطيها في اللانش بوكس للأولاد.
ياخدوها معاهم المدرسة جميلة جدًا، بعد كده باجيب سكينة حامية أو قطر وأعمل فتحتين كده على وش القرص من فوق زي بتاعة المحلات. بعد كده هنحشي حشوة السكر والقرفة. القرصة التانية اللي هي بالسكر والقرفة دي عشقي، أنا باحبها جدًا، طبعًا باعمل تجويف وباحط طبعًا السكر والقرفة وباقفّل عليها بتبقى جميلة جدًا، وطعمها حلو جدًا، السكر بيسيح جوّه القرصة وطعم القرفة رهيب جدًا، وده بيبقى حجمها. طبعًا ال5 الباقيين دول هاعملهم سادة، قرصة بالسمسم بس بدون حشوات، بتفرديها وتلميها كده، وبعد كده بتفرديها وتبططيها كده زي ما أنا باعمل، وحجمها حلو جدًا. وطبعًا الصاج مش مدهون أي مادة دهنية نهائي، لإن زي ما قُلت لكم كمية السمنة اللي جواها حلوة جدًا، وأصلًا أي معجنات أول ما طبعًا بتستوي هي بتقِب من الصاج نفسه، يعني مش بتبقى لازقة في الصاج. باسيبهم يختمروا نُص ساعة، وبعد ما بيختمروا باكون مجهزة حليب وعسل أسود، وبادهن بيه وش القرصة بتاعتي بالشكل ده، علشان السمسم يلزق على وش القرصة من فوق. هاجيب السمسم كده وأرش على وش القراص بتاعتي كده بالسمسم. طبعًا السمسم ده اختياري، عايزة تحطي سمسم حطي، مش عايزة تحطي ما تحطيش، بس أنا باحبها بالسمسم فباكتر كده سمسم على وش القرصة بتاعتي. ده الصاج اللي هو بالعجوة، ده الصاج اللي هو بالسكر والقرفة. القرص دي تنفع فطار، تنفع عشا، تنفع ما بين الوجبات، تنفع في الlunch box للأولاد تديها لهم مشبعة جدًا وجميلة جدًا وطعمها حلو أوي. طبعًا أنا مشغّلة الفرن قبلها بربع ساعة كده، علشان لمّا تدخل القرص جوّه الفرن ما تهبطش معايا أو القرص تاخد وقت في التسوية كتير. طبعًا القرص ما بتاخدش وقت كبير في التسوية، بتاخد حوالي 25 دقيقة، وبتبقى معانا بالحلاوة والجمال ده. طرية جدًا، لسه هو القرصة طبعًا سخنة أول ما بتطلع من الفرن باغطّيها بفوطة علشان تكمر الحرارة جواها. شايفين هي طبعًا أنا بعد ما كمرتها بالحرارة شايفين طبعًا بتبقى طرية جدًا اللي هي بتبقى سادة زي ما أنتم شايفين كده. لو عجبكم الفيديو واستفدتوا منه يا ريت تدعموني بلايك واشتراك في القناة.